حديث الحجر والشجر هو حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الشجر والحجر فيقول الشجر يا مسلم، والحجر يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله إلا شجر الغرقد. طبعا هذا بدلنا على أن المعركة الفاصلة والحاسمة ستكون على ضفاف نهر الأردن، وهي من الأرض المباركة. ولو استعرضنا المعارك الفاصلة على مدى التاريخ لوجدنا أن معظم المعارك الفاصلة كانت على ضفاف نهر الأردن، من اليرموك إلى عين جالوت حطين إلى حطين، كلها على ضفاف نهر الأردن. والمعركة الفاصلة بين وبين اليهود ستكون على نهر الأردن إن شاء الله تعالى بإذن الله. لا بد من ذلك، وهذا هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأشارت أشار نعم. سياق الحديث أيضا إلى نتيجة المعركة، إلى نتيجة معركة طبعا حتى يختبئ اليهودي، لأن اليهود كما نعلم لا يقاتلون إلا من وراء جدر إلا وهم مختبئون، لا يقاتلون عيانا مقابلة. فلذلك الشجر سيتكلم والحجر سينطق ويتكلم. نعم. ولفظ الحديث فيقتلهم المسلمين. نعم، إذن فيه انتصار للمسلمين والهزيمة أساس لكل اليهود إن شاء الله تعالى، وما ذلك على الله بعزيز. فلذلك هذه المعركة قائمة، وهذه المعركة لا بد منها، وحتى وإن ذهبنا إلى أوس وإلى لا بد أن المعركة أن تقوم، وهم يعلمون بذلك. يكثرون من زراعة شجر الغرقد، يعلمون هذا الحديث، يسيجون مستوطناتهم بشجر الغرقد. سبحان الله. نعم. سيدي حقيقي في هذه الجزئية هم يعلمون ذلك شيخ علي. نعم. يعلمون ذلك. كان يقول كيف شجر حجر يعني يتكلم، يعني معنى انه انه نحاربهم بالحجر، نحاربهم بالعصي، هذا مو حكي، مو صحيح. احنا اما ان نحمل الكلام على الحقيقة او المجاز، فاذا تعذرت الحقيقة يوصل للمجاز ما دام الحقيقة غير متعذرة. طيب يا اخواننا، الان الرسول اخبرنا عن زمن يتكلم فيه الانسان من عذبة صوته، التليفون الخلوي سبحان الله اللاسلكي. نعم. طيب هو اللاسلكي منين هو؟ من الارض، بلاستيك للبترول، واسلاك حديد ونحاس منين؟ من الارض. فاذا وفي عندك كمان ايضا جزء من اجهزة الاتصالات الان مصنوعة من الخشب ايضا. فنتكلم الشجر الحجر لا يمنع من أن يطلق على الأجهزة العلمية المتطورة الآن التي تنبئك عن الأشخاص. يعني الآن عندك مثلا محطات إنذار مبكر في سيناء، إنذار مبكر مثلا الآن موجودة في الجولان مثلا على سبيل المثال، هي التي تعطي بني إسرائيل تحركات المقابلين. طب سيدي، هذا إذا أولناها مجازا، ولكن ألا يمكن أن يتكلم الشجر والحجر على الحقيقة؟ الشجر بذاته والحجر بذاته. يا سيدي الآن ثبت أيضا علميا أن الشجر له لغة والحجر له لغة، بس إحنا ما عندنا القدرة أن نخترع الأجهزة التي تنقل إلينا صوت الشجر وصوت الحجر. الآن تقدم الناحية العلمية، فصار في أجهزة يحطوها في الحدائق، فالنبتة تصدر موجات معينة، الجهاز يستقبلها، بتقول النبتة هذا عطشان سقوني، يا سيدي مريض